السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا صحة جيدة. مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديالنا اليوم ماتيلدا كيك أو كيك بالشوكولا، وأنا حضرتها معكم بدون شوكولاتة. صراحة المذاق ديالها جا يا سلام. بلا ما نطول عليكم ندوزو دابا لتحضير الكيكة. عندنا 4 حبات من البيض بحرارة المطبخ، و400 غرام من السكر، وقبيصة ملح، و200 مل من الزيت النباتية. صافي هادو من المواد السائلة غنخلط الكل مع بعض حتى يذوب السكر تماما. ملي كنحركو السكر مزيان حتى يذوب كيعطينا نتيجة احسن، كيعطينا الكيك رطب وهشيش وبلا خلط كهربائي، فقط بالخلط اليدوي، لان حنا محتاجينش البيض ديالنا يرتفع. فقط نخلطوا المكونات حتى ينسجم الخليط. صافي من بعد ما ذاب السكر تماما يمكن لي دابا نضيف المواد الجافة. وعندي 200 غرام من الكاكاو المر، ضروري نخلو او نغربلو باش ما يجيناش الكويرات في الخليط. هاد الكيكه صراحه سهله في التحضير، ما كديش وقت بزاف ولا مجهود بزاف، يمكن لك توجدها في وقت قياس. يمكن لكم توجدوها لعائلاتكم وليداتكم، وخا عمرك ما صوبتي الكيك. هاد الكيكه سهله واكيد حتعجبكم. وعندي هنا 400 غرام د الدقيق حتى هو نخلو. ضروري نخلو المواد الجافه قبل ما نوضعوها على المواد السائله باش تعطينا الكيك هشيش وما يكونش عندنا فيه الكويرات. وهاد الكميه دقيق اللي عندي واخا كتبان لكم كثيره راه هي هذه، لاني باقي غنزيد لها السوائل، غنزيد لها حليب ساخن هو اللي غيطلق لنا الكيك ديالنا، وغتجينا الكيكه ديالنا خفيفه ما تجيش ثقيله. عندي هنا 2 اكياس من الخميره الحلويات تعادل 16 غرام، وملعقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان، وملعقه صغيره بيكربونات الصوديوم. صافي ونستمر في تخليط الكيك ديالي حتى ينسجم المواد السائله مع المواد الجافه. كما كتعرفوا بان الكيك الامريكي كيكون ثقيل ودسم، لانهم كيستخدموا كميه كبيره من السوائل او المواد الدهنيه. مثلا يكون لدينا كميه البيض اقل وكميه الدقيق اكبر، كتكون مضاعفه. وعندي هنا نصف لتر من الحليب يكون مغلي، واضيف له نصف ليمونه معصوره. ملي كنوضعوا الليمون في الحليب كيرجع لنا كانه لبن الرايب، كيعطينا الخفه والهشاشه والطراوه الكيك ديالنا. ونزيدو فوق الكيك ديالي هو سخون، ما تخافوش منه، ما يفسدناش الكيك ديالنا. فقط نحركو بسرعه الحليب مع الكيك حتى ينسجم الخليط جيدا. كما كتشاهدوا كنخلط بسرعه حتى ينسجم الحليب مع الكيك. نخلط بسرعه ولكن ماشي لمده طويله، فقط لينسجم الخليط، لان ما بغيناش نفعلوا الجلوتين اللي موجود في الدقيق. ويمكن لكم تبدلوا الكميه ديال الحليب بالكميه ديال الماء، نفس الكميه ولكن حتى هي تكون ساخنه جيدا. من بعد ما نسجم الحليب مع المكونات كامله، هذا هو القوام الكيك ديالنا. عندنا 2 قوالب الكيك اللي المقاس ديالهم بحال بحال، وغنقسم فيه من الكيك ديالي بالتساوي. وتقدروا تستعملوا قالب اكبر وتوضعوا فيه الكميه كامله. ومن الافضل تقسموا الكيك ديالكم الى قسمين باش ما يجيكوش معجن ويطيب بسرعه. ومن بعد ما قسمت الكيك ديالي ندخلو للفران لمده طياب من 30 دقيقه حتى 40 دقيقه. ومن بعد ما دخلت الكيك ديالي للفرن دابا غنجوز نوجد الكريمه. عندي كوب من المايزينا او نشا الذره ونصف كوب من الكاكاو المر. الكاكاو ضروري نخلو باش ما يكونش عندي تكتلات في الكريمه. وكوبين من السكر. هذه الاكواب او كؤوس معياريه. الكوب الكبير كيوزن 250 ملي او غرام، والكوب الصغير كيوزن 150 ملي او غرام. هادو الكؤوس كيعاونونا في القياسات او العبارات اذا ما كانش عندنا الميزان. وعندي 2 كيسان ونص د الماء يكون بارد باش ما تكتلناش النشا ديالنا او المايزينا. وعندي ملعقه صغيره من قهوه سريعه الذوبان. صافي نخلط الكل على البارد باش ما يكونش عندي تكتلات في الخليط. من بعد نوضع الخليط ديالي فوق النار المتوسطه ونستمر في التحريك. وضروري خصني نبقى نحرك، ما نتوقفش من التحريك باش ما يلصقليش الخليط ديالي في الاسفل. من بعد ما طابت الكريمه ديالنا هذا هو القوام ديالها. من بعد ما طابت الكريمه ديالنا نضيف لها ملعقه كبيره من الزبده ونحرك حتى تذوب الزبده تماما. هاد قطعه الشوكولاته ماشي ضروري تزيدوها، اختياريه، يمكن لكم تكتفوا فقط بالكريمه. صافي نبقى نحرك الكريمه ديالي حتى تذوب الشوكولا وتذوب الزبده تماما. كريمه اقتصاديه سهله في التحضير بمكونات بسيطه بدون حليب ولا كريمه ولا شوكولا. يمكن لكم تحشوا بها الكيك، تزينوا بها الكيك. واهم من كل هذا هو المذاق، الحلاوه ديالها متوازنه، ما حلوهاش بزاف. هذا هو القوام ديال الكريمه كما كتشوفوا، كتجي كريميه وملي عاد برد عاد زيد تماسك كثار. ونخويها في واحد الاناء يكون واسع باش ندخلها الثلاجه باش تبرد لي بسرعه.
ضروري نغطيها بكيس بلاستيكي ويكون ملامس للكريمه باش ما تعمليش القشره من الوجه ديالها. صافي وندخلها للثلاجه، ضروري خصها تبرد مزيان. ومن بعد ما دخلت الكريمه ديالي للثلاجه تبرد، عندي هنا 100 غرام من الشوكولا بالحليب ذوبتها مع 2 ملاعق من الزيت النباتيه ونوزعها فوق ورق الطهي. الطبقه تكون رقيقه شويه. هاد الخطوه هذه اختياريه، ماشي ضروري تعملوها، فقط للتزيين، والتزيين اكيد كيبقى حسب الذوق كل واحد. ومن بعد ما بسطت الشوكولا فوق الورقه كنلفها بهذه الطريقه كما كتشاهدوا، ومن بعد ندخلها للثلاجه. ومنين ندخلوا الشوكولا ديالنا للثلاجه ضروري خصنا نخليوها تبرد مزيان، واذا ما كانش عندنا الوقت ندخلوها المجمد باش تزولنا الشوكولا ديالنا من الورق بسهوله. ومن بعد ما دخلت الورقه الشوكولا للثلاجه، دابا جبت الكيك ديالي من الفرن ونختبر الكيك ديالي اذا كان طايب ولا باقي. كنشبر واحد السكين وكنحشي في الوسط ديال الكيك، واذا خرج ناشف يعني الكيك ديالي طايب. من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفرن خليتها حتى بردت تماما، عاد يمكن لي نقسمها الى نصفين. وضروري مع الخطوه هذه ملي نخرج الكيك ديالنا من الفرن خليوه حتى يبرد تماما، عاد يمكننا نقطعوه باش ما يتعجنش الكيك ديالنا. كما كتشاهدوا هنايا انايا قسمت الكيكه ديالي ولكن ما معجناش. صافي هنا قطعت الكيكه ديالي الاولى ومن بعد قطعت الكيكه ديالي الثانيه، ودابا غندوز للمونتاج. عندي هنا ورق طاي كنوضعه فوق الصحن اللي غنمونطي فيه باش يبقى لي الصحن ديالي نقي. صافي دابا غنبدا نمونطي الكيك ديالي. هذه الكريمه ديالي من بعد ما خرجتها من الثلاجه بردت مزيان وزادت تماسكت. القوام ديالها حريري وكريمي كانه غاناش بالشوكولا والكريمه. عندي هنا الطبقه الاولى من الكيك نشربها بالحليب ونضيف قليل من الكريمه ونوزعها على كل الجوانب. صافي نبقى مستمره وما بين كل طبقه وطبقه نشرب الكيك ديالي بالحليب ونضيف قليل من الكريمه ونوزعها على الكيك ديالي كامل حتى على الجوانب. صافي هنا ساليت الكيك ديالي كامل، ساليت الطبقات كاملين. دابا غنغلفو من الخارج بالكريمه المتبقيه. والتزيين كيبقى دائما اختياري، كل واحد كيفاش كيبغي يتفنن في الكيك ديالو زينو كيف ما بغيتو. ومن بعد ما ساليت الكيك ديالي كنحيد الورق بكل سهوله وكيبقى لي الصحن ديالي نقي. بهاد الطريقه كتعاون دائما كتخلي لكم الصحن ديالكم نظيف وما تعذبوش التنظيف ديالو من بعد. شكرا اللي وضعتها تبرد في الثلاجه، انا ما خليتهاش تبرد مزيان، ضروري خصكم تخليوها تبرد مزيان باش تجوز لكم بسهوله. انا ما خليتهاش تبرد مزيان وبقات كتهرس لي، ولكن هاد الخطوه ماشي ضروريه، هي اختياريه فقط للتزيين. ونزين الكيك ديالي بالشوكولا من الجوانب. هذه الخطوه كما سبق لي قلت لكم اختياريه ماشي ضروريه. الكيك الاصلي هو فقط كما كتشاهدوا كيك سامبل، يعني ما فيش حتى شي تزيين. يمكن لكم تزينوا بالمكسرات اذا بغيتوا، التزيين كيبقى واحد الذوق ديالو. زينت حتى بالفريسه او الفراوله حتى هو كيعطي واحد المنظر جميل للكيك ديالنا. صافي هنا من بعد ما ساليت الكيك ديالي غنجوز معكم لمرحله التذوق. واكيد كل اسره كاين جنود الخفاء كيستناو هاد اللحظه هادي، كيستناو مرحله التذوق بفارغ الصبر. نقدروا نسميوها طرطه، هي كيكه على طبقات يعني على شكل طرطه. كتجي المنظر ديالها واعر والمذاق ديالها واعر، بسيطه وسهله والمقادير ديالها ماشي مكلفه وممكن لكم توجدوها من سيمانه لسيمانه. علاش لا تفرحوا بها وليداتكم وعائلتكم. القوام ديالها كما كتشاهدوا كيجي ما بين التعليكه والرطوبيه، تستحق التجربه. واذا جربتوها صحه والراحه ان شاء الله تعجبكم. وما تنسونيش من الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه كي يصلكم كل جديد، وتعليقاتكم الجميله مثلكم. ومع السلامه في فيديو جديد ووصفه جديده.